السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم، قناة محمد كريم. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بخير. آه، هو ليه محمد سامي مصمم ان هو يفرض علينا مي عمر؟ المسلسل اللي مقدمه السنة دي مسلسل ايش ايش هو تكرار للجزء الأولاني اللي كان عامله السنة اللي فاتت. طيب، هي مي عمر طلعنا في رمضان ترقص وتشخلل وتشخلع وتهز وسطها؟ يعني هي كده؟ يعني انت يا محمد سامي عايز توصلنا لايه؟ ايه الفكرة؟ يعني من ان انت عامل مسلسل بالطريقة دي ان مراتك طالعة فيه رقصة؟ ايه إيه الابهار في كده؟ او ايه اللي يخليني انا كمشاهد ان انا اتفرج على مسلسل بالنسبة لي، ويعني من وجهة نظري المتواضعة جدا، ان هو مسلسل تافه ولا يعبر بشيء ولا بيتكلم عن ولا بيخص يعني قضية معينة في المجتمع؟ يعني ايه هو الهدف اللي انت بتقدمه، او ايه المضمون اللي انا استقبله كمشاهد من مسلسل زي ده؟ مفيش. المسلسل واقع جدا، ما فيهوش فكرة. كذلك الامر هو ليه عمل تاني اسمه سيد الناس. طب انت ايه اللي قدمته؟ ايه يعني؟ انت لا في سيد الناس بتقدم حاجة، انت في سيد الناس بتكرر نفسك في اللي عملته مع محمد رمضان في البرنس، وفي مش عارف الاسطورة وي والكلام ده كله. طيب، انت من ناحية الإخراجية السنة دي محمد سامي واعي جدا وعليه مليون علامة استفهام. مي عمر مش ممثلة، مش هي الممثلة اللي انت ده فعلا امكانياتها كويسة التمثيلية. انا بتكلم عن الامكانيات التمثيلية ولا اتكلم عن الامكانيات الجسمانية. انا بتكلم عن تمثيلها، عن موهبتها. فما عندهاش ما بتقدمش حاجة. والعمل السنة دي في اللابوريا عمل مسلسل ايش ايش السنة دي واقع بنسبة 360 درجة، بنسبة مليار في المية. فانت لا مقدم لنا عمل درامي نستفاد منه حاجة كمشاهدين، ولا فاهمينك عايز ايه. هو اللي انا اللي فهمته او توصلت له بعد يعني تفكير شديد، ان محمد سامي عايز يعمل من الفسيخ شربات. هو بيفرض علينا مي عمر. مي عمر بطلة، مي عمر بتمثل أحسن حاجة، مي عمر أحسن ممثلة في مصر، مي عمر أحسن ممثلة في العالم العربي، مي عمر أحسن ممثلة في المجرة وفي الكوكب كله. ف بس الناس شايفة غير كده. الناس مش عاجبها اللي انت بتقدمه السنة دي، سواء في ايش ايش او في سيد الناس. السنة دي انت يا محمد يا سامي ساقط ب33 و303 مليار، ساقط جدا. فلا، انا نصيحتي ليك يا استاذ محمد سامي، راجع حساباتك، راجع اوراقك، اقعد لك 3 4 5 سنين 20 سنة، راجع نفسك كده وشوف فكرة كويسة الناس تستفاد منها، بحيث ان يكون العمل اللي انت بتقدمه بيقدم رسالة او مضمون فني من خلاله الناس تقول الله، ده المخرج ده عنده وجهة نظر، بيقدم حاجة قضية مهمة في المجتمع بيعالجها بصياغة درامية محترمة، بحيث ان الأسرة المصرية تقدر تشاهد هذا المسلسل وتتابعه، وفي نهاية المسلسل تثقف للمخرج والممثلين. قدم دراما، مفيش دراما يا أستاذ سامي. يا مي عمر، أنا نصيحتي ليكي اقعدي في البيت، قشري بطاطس، اضربي طماطم في الخلاط،
اعملي كنافة بالزنجبيل، واعملي كفتة بالفاصوليا. تمام. واشتغلي في البيت رب العيال، والراجل يجيلك اخر النهار كده ان شاء الله، يبقى يجيب لك طلباتك، طلبات البيت. هاتي يعني شيلي الكوافير للعيال وكده وظبطيهم ومدفوا ال 14، عشان حياتك الاسريه اهم كتير بكتير قوي من حياتك الفنيه. اسمعيني، انا بنصحك لوجه الله يا مي عمر، راجع نفسك في هذا الموضوع المهم الغاية في الخطورة. الموضوع ده خطير، الموضوع ده بيخص أجيال، أنت كده هتدمري الأجيال كلها. مش هينفع تطلعي لنا في رمضان يا مي عمر وأنا كنت ساكت عليك من أول شهر رمضان، والنهارده ليلة مفترجة، ليلة القدر إن شاء الله، ليلة القدر النهارده بإذن الله، فمش عايزين ها. فاهماني يا مي عمر؟ وأنت يا صامي، صامي، راجع نفسك يا صامي. أنا بقول لك كلمتين من أخ لأخوه، الشقلظة والبقلظة اللي انت بتعملها دي مش هتنفع معانا، فصدقني دي نصيحة لوجه الله. وكل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسلامة وسعادة، واشوفكم دايما على خير. باي باي.